المنتصف من شعبان لا يجوز أن نبتدع فيها أي بدعة، فلا يقام ليلها ولا تقرأ سورة ياسين فيها ولا 100 ركعة ولا الرغائب ولا يصام نهارها، إلا من كان يصوم أيام البيض أو يصوم في شعبان. عمل واحد فيها أن الله سيطلع على خلقه فيغفر لخلقه إلا لمشرك ومشاحن، واحد أشرك مع الله غيره أو شاحن مؤمنا وحقد عليه وهجره وتجاوز 3 أيام. رحمة الله ستسع الأرض لكل الموحدين إلا المشركين والمشاحنين. اعلم أنك لربما إن لم تسعك رحمة الله ستحل الرحمة إلا عليك، فتخرج من الرحمة بسبب غل في قلبك، فأصلحوا ذات بينكم.